ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أمرنا الله عز وجل بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. أنتم في المستقبل ستكونون رجالا يحفظون كتاب الله، يشار إليكم بالبنات. وقد يعني التقيت بأصغر حافظ بين أيديكم وهو عمران، عمران منذ قبل الدخول إلى المسجد، وإن هذا شيء مفرح مسعد. هذه هي المشاريع وهذه هي الملفات المميتة والقاتلة لكل محبط للمعنويات ولكل محبط للعزائم. هذه هي الملفات التي يمكن لهؤلاء الناس الذين يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم أن يقعدوا في أماكنهم ولا يبرحوا مراجعا حزنا وتعبا، لأنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا مشاريعهم السوداء. الحمد لله يا رب العالمين ما دام عندنا قرآن يتلى، الحمد لله ما دام عند ربنا ينطق بالحق. هذا كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاعلموا أن بعد تقوى الله عز وجل لابد من العلم، لأن الناس منذ زمن ما أنقذهم من الظلم وما أنقذهم من الجهل وما أنقذهم من التأخر في ركب الحضارة إلا العلم. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم بمعنى لابد يا محمد أن تعلم وأن تعلم أمتك. وأنتم تعلمون أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولسوء الحظ أن أمة أقرأ لا تقرأ. ولذلك إذا رأيتم أمة الإسلام تتراجع والهوينا أو الرويدا إلى الخلف فاعلموا بأن المشكلة ليست في الإسلام ولا في القرآن ولا في السنة، ولكن مشكلتنا أننا نحن الذين تأخرنا على فهم القرآن والسنة، وأننا نحن لا نريد أن نبذل جهدا لأجل فهم القرآن والسنة. ولذلك يحصل ما يحصل الآن من التعب ومن الوهن، والذي قد تكلم عنه أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين الذي قد أصاب الأمة في آخر الزمان قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال كلا ولكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.